يا رجل انت تتعادلوش، انت تخسروش، انت تتعادلوش. ما حدش يستنى برشلونة يتعادلوا الموسم، هيطلع العقاب. بدي احط صورة شعار برشلونة اسبوع كامل على صورتي، اسبوع كامل. ما بدي اتحداكم يا زلمه، انتم مستحيل تخسروا الموسم هذا كامل، ولا مباراة بالدوري بتخسروا، والله انتم مو طبيعيين. يا اخي خلاص اتعذروا، زهقنا اتعذروا. اقسم بالله بطلوا يعرفوا حتى طعم التعادل وحتى طعم الخساره ولا شيء، بس فوز بس فوز بس فوز بس فوز 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 فوز. حلو عندي، الله لا يسامحك رافينيا. بس هذا الجلد خايف من عنده وصار شنو هو برشلونة الموسم الماضي بدون حارس بدون دفاع. هذا الموسم شنو؟ هذا الموسم صار عنده مالديني جيرارد مارتن، هذا الموسم صار عنده راموس كوبارسي، هذا الموسم صار عنده نوير شو اسمه هو هذا غارسيا الحارس. هذا الموسم شنو صار عنده؟ تدرون شنو صار عنده؟ صار عنده بوسكيتس، رجع من الاعتزال بوسكيتس ولابس اقناع. دخيلك ربي، لا تكامل، هذا تكامل. برشلونة فريق متكامل، دخيلك ربي، يعني فريق يلعب ضدك 10 دفاع. شلون عرفتوا تلقون هاي الثغرة؟ 81% استحواذ وياما اللاعبين دخيل الله. اوسيسونا داكمي والله من حشا السامع ومن حشا الشايف. صديق كذا بشبيكم ما عرفتوا تلزمون نفسكم. شوف الفارق بالنقاط. والله تعبنا. رافينيا ولامين يامال وبيدري من الإصابة، برشلونة أصبحوا عفاريت يا رجل بكل ما مشان الله. مش الصداره مش دايما مش تاخدها معاك وانت ماشي، سيبها عادي، تعصر الماتش تعادل مثلا، يعني ما تخسرش يا عم، بس تعادل يعني. كل واحد فينا مدريدي كان يحضر المباراة عشان يشوف خسارة برشلونة ويرجع له الأمل إنه ياخذ الدوري الإسباني، بس من هسه بحكي لكم 1 2 3 الدوري لبرشلونة. برشلونة مستحيل يخسر، وطول ما موجود معنا تشابي ألونسو راح نطلع هذا الموسم بموسم صفري. مش طبيعيين. بحضر المباراة بس صار على الفاضي عشان يخسروا. بيجي رافينيا وبسجل وبفوزوا وبيطلعوا بالصدارة، طلعوا بالصدارة. يا اخي سبحان الله، رافينيا اتحرك خلف المساحات وجه من ورا لقدام، قابلهم من ورا لقدام ويهاجم المساحات عن طريق بدري اللي بدأ يتحرك في العمق اكتر وحلول في العمق اكتر. رافينيا سجل هدف. في الهدف الثاني انا قلت لازم يستغل انصاف المساحات، انه يثبت الباك والسنتر باك بتاع اوساسونا عشان يعرف يخلخل التوازن الدفاعي. تحرك كوندي بين الباك والسنتر باك ورافينيا هو اللي فتح الخط، اضطر ان الباك يقف قدام يامال والسنتر باك يتثبت مكانه، وفي الاخر كوندي عرضها في البعيده رافينيا اللي اتنقل بقى جناح شمال مركزه الاساسي وسجل الهدف الثاني. برشلونه في النهايه يكسب 2-0 اوساسونا بعد مباراه صعبه جدا من تضييع الفرص والهجمات وكميه فرص كتير جدا، وكل اوساسونا كان مقفل دفاعاته، وفي الاخر خالص شويه تعديلات على حسب سير المباراه رافينيا سجل هدفين والمباراه خلصت. نفسي افهم انت بتبت في امها ليه؟ طب ما احنا بنبقى في الصداره وبننزل، بنبقى في الصداره بنبدل مع بعض، انت بتبت في امها ليه؟ فيها حاجه حلوه، هي فيها حلاوه، هي فيها مصاصه، يالا متبت فيها ليه؟ فيها كاندي ده ولا كاندي علوش، انت ايه في ايه يالا ماسك في الصداره ليه؟ متبت في امها ليه؟ نسيبها شويه. ده جماهير برشلونه النهارده بقت عماله تردد في الجمهور بقى في الاستاد، يا تشابي كمل، يا تشابي ابقى، يا تشابي. احنا وصل بينا الحال ان جمهور برشلونه مبسوط قوي ان تشابي مدرب فرقتنا. المشكله ان جماهير برشلونه فاكره ان العيب على تشابي، قسما بالله انا كرهت لعيبتي، واقسم بالله انا كرهت لعيبتي، انا عايزهم يمشوا يعني، مشوهم يا جدعان. متبت في امها، متبت فيها، مش عايز يسيبها، مش عايز. لما يكون قائدك رافينيا عم يلعب بالفريق لا تخشى شيء، ولك الله على برشلونة، الله على القائد رافينيا، الله على متعة كرة القدم، الله على الموسيقى اللي عم يعزفها بيدري بخط الوسط. شير لصاحبك المدريدي وقول له الفرق صار 7. تصبح على خير.